السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين. أنا متأخر عليكم في الفيديوهات، أنا عارف. ولكن غصب عني والله. آه كان في ناس بتسألني بتقول لي الفرق بين المانيفيستا وفيزا البحث عن عمل. وكان في ناس بتقول لي أسافر أسبانيا ولا أسافر البرتغال. كان في ناس بتقول لي هل في شغل نقاشة ولا مفيش. وكان في ناس بتقول لي اجي في الصيف ولا في الشتاء، وناس بتقول اجي بعد الشتاء عشان الاقي شغل. وكان في ناس تانية بتسألني بتقول لي المكان الهوست اللي انت سكنت فيه او المكان اللي انت عشت فيه، عشان نقدر ننزل فيه وكده. وكان في ناس بتقول لي عايزين محامي عشان المحامي اللي عمل لي الورق بتاعي او المحاسب اللي عمل الورق. مش فاكر ايه بالظبط السؤال، ولكن كان مين اللي عمل لك الورق او مين اللي عمل لك الحاجة. وكان في ناس بتقول انت بتقعد قد ايه تدور على شغل او بتقعد قد ايه. يعني لو كل الحاجات دي مهمة بالنسبة لك، استنى بعد الفاصل. قشطة. ورجعنا لكم تاني. اول حاجه، مش عايز اطول عليكم في الفيديو. اول حاجه، الناس اللي كانت بتسالني بتقول لي المانيفيستا وقانون 89 وقانون 88 ان انت تقدم عليه، والفيزا البحث عن عمل. انا كنت بقول ان بالنسبه لي وجهه نظري الشخصيه المحدوده البسيطه اللي قد كده، ان الفيزا السياحيه ان انت تقدم على المانيفيستا، يعني بالنسبة لي أفضل من إنك قانون البحث اللي هو الفيزا بتاعة البحث عن عمل. ليه؟ من وجهة نظري إن فيزا البحث عن عمل بتحدد لك 120 يوم إن أنت تدخل البرتغال وتدور على شغل. تمام؟ لو ما لقيتش شغل بتعمل ايه؟ انت كل ده بتدفعه من جيبك، فمحتاج ان انت يكون معاك سيولة كويسة عشان هتسكن وهتاكل وبتاع. لو انت ما لقيتش شغل في ال 120 يوم هتضطر ان انت آه، تاخد 60 يوم تاني اعتقد او 90 يوم، انا مش عارف بالظبط التفاصيل بتاعتها. تاخد 90 يوم او 60 يوم تاني عشان تدور على شغل تمد المدة. يعني ما لقيتش شغل هتضطر ان انت ترجع. مش هينفع ان انت تكسر او تعمل اي حاجة، ومش هينفع تدخل بلد تانية لانها تبقى كاسر فيزا وحراج، ولو حد قابلك هيعمل لك مشكلة. تبقى حوار يعني. تمام. الفيزا السياحية ميزتها في حاجة، ان انت بتدخل بتقدم على القانون، وحتى لو انتهت الفيزا انت مقدم خلاص في القانون رسمي. فخلاص انت ورقك عند الحكومة رسمي ان انت تبع قانون 89 و 88. انت قانوني رسمي يعني موجود في البلد، منتظر الإقامة بتاعتك. فخلاص بتدور على شغل ووضعك رسمي. مش مرتبط بمدة أو حاجة. معرفش التفاصيل بالظبط بتاعة الفيزا البحث عن عمل، ولكن هي برضو أرزاق. انت ممكن تيجي بالبحث عن عمل تلاقي شغل على طول، ممكن تيجي بالتاني ده تفضل قاعد بالست سبع تمن شهور ما تلاقيش شغل. هي أرزاق. تمام. عشان ما اطولش عليكم يعني. آه الناس اللي كانت بتسالني بتقول لي الشرطه لما بتقابلك بتعمل ايه؟ الشرطه ما بتعملش اي حاجه، يعني ما بتضركش في اي حاجه طول ما انت الفيزا بتاعتك كويسه، طول ما انت ما بتعملش مشاكل، ما بتعملش اي حاجه وحشه مع حد. خلاص انت امورك طيبه. وبعدين انت مقدم على الورق رسمي، فلو قابلوك حتى لو ما معكش الاقامه انت ورقك رسمي ومعاك على الموبايل مقدم في السيف اللي هو الحكومه نفسها. فخلاص امورك طيبه وتمام التمام، ما عندكش مشكله. كان في حد بيسالني تاني بيقول لي انا لو مقدم على القانون وعايز اسافر بلدي وارجع تاني واسافر وارجع تاني اطمن ومش عارف ايه خلال سنه او سنتين منتظر الاقامه، فاقدر اسافر ولا ما اسافرش؟ ما تقدرش تسافر لان القانون ده موجود داخل البرتغال بس. قانون 89 و 88 ده داخل البرتغال بس. ما تقدرش ان انت تسافر او تروح في اي مكان، لان انت لسه ورقك يعتبر مقدمه ومنتظر الإقامة. الإقامة هي اللي معترف بيها في المطارات ومعترف بيها في كل حتة، لكن الورق اللي أنت مقدمه معترف بيه داخل البرتغال بس. كمان ما تقدرش تطلع بره البرتغال لأن أنت فيزتك تعتبر انتهت، وبره البرتغال يعتبر مش قانوني، لكن داخل البرتغال أنت قانوني على القانون بتاعهم. تمام. فبتنتظر الإقامة. استحمل بقى، ما حبكتش السنة سنة ونص دول. أوكي. ده أنت عجيب والله العظيم. أنا مش فاكر اسمك إيه بس الله يوفقك يا رب. كان في ايه تاني؟ كان في حد بيسألني تاني على موضوع ايه يا ربي، اسافر اسبانيا ولا اسافر البرتغال؟ الاتنين فيهم رزق، هنا في رزق وهنا في رزق. الله يوفقك ويوفق الجميع يا رب. ما اقدرش اقول لك اوكي I'm coming one minute. ما اقدرش انصحك بحاجه. انا ما جربتش اسبانيا بصراحه، لكن جربت البرتغال. كويسه جدا وبلد كويسه والشرطه فيها كويسه والمعامله كويسه والاماكن الحكوميه كويسه
بلد كويسة جدا، انا ما بشوفش فيها حاجة وحشة يعني. آه، ليك حقوقك وليك كل حاجة. انا متكلم على الموضوع ده في فيديوهات قبل كده، فيديوهات. آه، تاني حاجة، تالت حاجة اعتقد السكن. الناس كانت بتكلمني على السكن، تسكن ازاي او تعمل ازاي. في موقع اسمه ايدياليستا بتدور على شغل فيه وسكن وكل حاجة. الموقع ده بيسهل عليك. بالنسبة للأماكن المكان الهوستل اللي أنا نزلت فيه هو في لشبونة، ولكن أنا ما أقدرش أقول بيانات بتاعة هوستل أو سكن أو حاجة، لأن أنا ما عنديش الصلاحية إن أنا يعني ده اسمه تشهير أو حاجة، فأنا ما أحبش إن أنا أعمل حاجة زي كده عشان ما تعمليش مشاكل أنا. تمام. بالنسبة للمحامي أو المحاسب أو الحاجة الشخص اللي قدم لي على حاجة هو حد صديقي قدم عن طريق محامي، وبرضه مش هينفع أتكلم عليه أو أقول حاجة لأن ده هيبقى تشهير وهتبقى مشكلة. تمام. ولك ان تسعى، يعني انت تقدر انا مش بعمل كده بقول ان انا مش بخدم حد، لا انا ما اقصدش، لكن انا مش عايز اضر نفسي. يعني زي ما انت عايز مصلحتك انا برضو عندي مصلحتي ان انا ما اضرش نفسي. تمام. كتير موجودين، ولو سألت ونزلت واتحركت هتلاقي. انا نزلت البرتغال ما اعرفش اي حد خالص ولقيت شغل. ما كملت الشهر لقيت شغل. في ناس تانية بتقعد بالشهور ما بتلاقيش شغل، ولكن هي ارزاق، وعقلها وتوكل. تمام. اعقلها وتوكل، يعني اعمل اللي عليك وربك هيكرمك. الناس اللي كانت بتسألني على موضوع النقاشة، الشغل بتاع النقاشة، اعتقد ان مفيش دولة في الدنيا الناس قاعدين على المحارة او على الطوب الاحمر، يعني قاعدين جوه البيوت من غير دهانات من غير بتاع، فاكيد ان في نقاشة في شغل. اكيد قاعدين ببلاط، يعني قاعدين في بلاط في الارض بيدوسوا عليه اكيد. في محارة، في دهان، في عوازل، في كل حاجة. بلد طبيعية زي أي بلد يعني. ما اللي كان بيسألني بيقول لي هل في شغل ولا مفيش شغل؟ في شغل، كل الدنيا فيها شغل، ولكن أن تسعى. يعني أنت لازم تسعى، مش هتفضل قاعد مستني حد يجيب لك شغل. ومش هقول لك إن أنت هتنزل تلاقي شغل في أول يوم، ممكن تنزل تلاقي في أول يوم، الله كريم. ممكن تقعد شهر، شهرين، ثلاثة، ممكن تقعد نص ساعة وتلاقي حد بيكلمك. هي أرزاق، ربك هيرزقك. تمام. ولا انت محتاج تسعى. لو انت مرتاح في وضعك اللي عندك ومش عايز تجتهد وتدور، خلاص خليك قاعد زي ما انت، ما تدورش. عايز تدور وربك يكرمك وتحاول احنا كلنا جينا على الهوا، يعني انا جيت على الهوا. انا ما اعرفش اي حد هنا. الناس اللي بتقولك ان انت في حد كان بيكلمني بيقول ان انا جيت ومرتب اموري وعارف ناس هنا، وانا اصلا يعني انا ما اعرفش والله حد خالص في القناه اللي عندي، ما اعرفش حد بعينه، حد شخصيا يعني، ماليش اصحاب شخصيين على القناة. ولكن انا معرفش هو الفتوى جابها منين. ولكن اوكي، لو انت مقتنع بده اوكي، لكن انا والله قسما بالله يعني انا نازل معرفش حد. انا ماليش انا نازل من المطار مش عارف اركب ايه. تمام. ف حاول تخلي بالداخل كويس عشان تقدر تتعامل مع الناس كويس. يعني انت لو بالداخل كويس وبتتعامل مع الناس بنفس اللي جواك، هتلاقي الناس نفسها تتقبلك، وهيبقى عندك قبول تجاههم وكاريزما ان الناس تحبك، فهتبدأ تتعاون معاك وتساعدك. لكن انت بسوء النية في اتجاه الناس، فسوء النية بتاعك بيدي انطباع عليك ان الناس تقفل منك. يعني انا مثلا واحد من الناس لو قدامي ان انا اساعدك مش هساعدك بسوء نيتك. تمام. فانا صراحة والله ما كنت اعرف حد، ونازل ما اعرفش اي حد خالص. اتحطيت من الطيارة في المطار، طلعت بره الدنيا بتمطر، ما اعرفش اي حاجه. حتى مش عارف اكلم واحد بتاع تاكسي اقول له عايز اروح فين. انا مش، انا معايا عنوان ولكن مش عارف اكلم مين ولا اروح فين ولا اعمل ايه. وربنا فرجها، وبقيت ليا اصحاب كتير جدا، وبقيت الحمد لله. آه فانا نازل، انا بتكلم بس في النقطه دي لان هو حد كان بيقول ان انا نازل وعارف ناس ونازل على شغل وبتاع. انا والله ما كنت نازل على شغل ولا اعرف حد ولا اعرف انا رايح فين اصلا. انا كل اللي حاجزه كان 6 ايام في هوستل، وما اعرفش بعد كده انا رايح فين. أه ما اعرفش الامور كانت هتبقى عامله ازاي، ولكن كان الموضوع كله بهذا الشكل يعني. تمام. أه كان في ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. ده كل الموضوع ببساطة. اي حد محتاج اي حاجة يكتب لي في الكومنتات، انا تحت امركم. واستاذنكم اعملوا لي بقى الحاجات اللي هي بتتعمل في الفيديو دي، اللي هو اشتراك وتفعيل الجرس واللايكات وبتاع، لو عجبتكم يعني. تمام. ما عجبتكوش امسحوا الفيديو واعملوا لي بلوك وخلاص. قشطة. الله يوفقكم جميعا يا رب، واسعى واجتهد وما تخليش حد يحبطك. ونصيحة إنسانية مني ليكم، نصيحة
ما تديش ثقتك في حد خالص. مش هقولك حد عربي زي ما الناس بتقولك حد عربي او بتاع، الناس كلها فيها حلو ووحش، ولكن ما تديش ثقتك في حد. وما ت... وحاول تبقى لوحدك. حاول تخلي صاحبك الاولاني والاساسي في حياتك هو الجي بي اس. ما تخليش صاحبك بني ادم، خلي صاحبك الجي بي اس او كلب. تمام. ثق في الكلب والجي بي اس، لانه مش هيعضك. يعني الكلب مش هيعضك لانك بتاكله، ولو ما اكلتوش هيسيبك ويمشي. هيعضك ليه؟ والجي بي اس هو بيخدمك، دفعت الاشتراك هيجيب لك المعلومات وبتاع، ما غير كده مش هيجيب لك حاجه وشكرا، مش هيأذيك يعني. تمام. لكن البني ادم هيأذيك. وحاول تخلي صداقتك بناس اوروبيين. يعني انت ده جاي اوروبا عشان تعمل صداقه بناس اوروبيين هينفعوك، ولو ما نفعكش مش هيضرك. انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ تمام. وحاول تقعد في مكان يكون انت بس اللي قاعد فيه، ما تقعدش مع ناس، ما تختلطش كتير. لان مش كتير بيخدموا ومش كتير بينفعوا وكتير بيضر. في حلو ووحش في كل مكان، في عرب كويسين ووحشين، في اجانب كويسين ووحشين، كل حاجه فيها حاجه حلوه وحاجه وحشه. والله يوفق الجميع يا رب. تمام. دي نصيحه، اللي عايز ياخد بيها ياخد، مش عايز ياخد بيها براحته. تمام. الله يسعدكم جميعا، واستاذنكم اعملوا لايكات بقى واشتراكات وحاجات من الحاجات الحلوه دي، واي حد محتاج حاجه يكتب لي في الكومنتات تحت. السلام عليكم.